عزيزي المشاهد، أنت متهم بأن أنت أحد أسباب مشاكل الركبة، بأن أنت أحد أسباب خشونة مفصل الركبة. عارف إزاي أنت متهم؟ إن أنت بتطلع السلم غلط. هو في طلوع سلم غلط؟ للأسف في طلوع سلم غلط وفي طلوع سلم صح. هو مين اللي بيطلع السلم غلط؟ اللي عنده أكيد مشاكل في مفاصله أو ضعف في عضلاته. يعني واحد عنده مشكلة في مفصل الفخذ أو الركبة أو القدم، غصب عنه هيطلع السلم غلط، ده غصب عنه. انما تخيل ان معظم السواد الاعظم اللي انا واحد منهم، او معظم الناس بيطلعوا السلم غلط عشان متعودين يطلعوا السلم غلط. طيب نفسر الكلام. هو انا بطلع السلم بايه؟ بطلع بفخدي، بركبتي، بالقدم. الطريقه الصح ما بين ان انت تطلع بفخدك، الطريقه الصح تطلع بفخدك. امال الطريقه الغلط ايه؟ اطلع بركبتي. طب هو ايه اللي هيحدد لي اطلع صح واطلع غلط؟ يعني ايه المعامل اللي اقدر احتكم عليه فاقول انا بطلع صح واطلع غلط؟ وضعيه القدم على درجه السلم. لو قدمك كلها محطوطه على درجه السلم فانت غالبا هتطلع صح. لو مقدمه الاصابع او نص القدم هو اللي على السلم فانت غالبا هتطلع غلط. طب ايه يعني لما احط يعني القدم بتاعتي كلها على درجه السلم؟ ده اتضح ان هو بينشط عضلات الجلوتس اللي هي اصلا مسؤوله عن طلوع السلم. طب لو حطيت نص القدم مش هينشطها، مش هتنشط. هيبقى الحمل كله على مين؟ على مفصل الركبه. وزنك كله هيتحدف على مفصل الركبه. فاكر الفيديو القديم اللي احنا قلنا فيه ان انت لما بتقف او بتمشي كل كيلو زياده في وزنك بيساوي من 3 ل 5 كيلو؟ لا، ده انت مع طلوع السلم غلط بيوصل من 3 ل 6 كيلو. يعني لو زياده 10 كيلو في المشي والوقفه هيبقى كام؟ 50 كيلو مثلا. لو طلوع السلم هيبقى 60 كيلو. فتخيل انت لو من سكان الادوار العليا، شوف انت مفاصلك بتعاني قد ايه. فده الاختلاف ما بين الاثنين، واحد بيطلع بفخده، واحد بيطلع بركبته، القدم كامله في الوضعيه السليمه، نص القدم بيتحط على درجه السلم، دي الوضعيه الخطا. طب انا بطلع غلط، ايه اللي هيحصل يعني؟ هيحصل كتير، ركز معايا. اول حاجه عضلات الجلوتس اللي انت هتعتمد عليها وبالتالي هتضعف، هتاثر على مشيك بعد كده. تاني حاجه ركبتك هيبقى الحمل عليها زياده وهيعجلك بخشونه الركبه، وخاصه خلف الصابونه. السمانه هتبقى دايما مسدوده، وتر اكيليز هيحصل له التهابات، البطانه الاخمصيه هيحصل فيها التهابات. يبقى النتيجه مشكله في مفصل الركبه ومشاكل اخرى. فما احنا غنينا عن الكلام ده. ايه المشكله يعني لما حضرتك تطلع السلم صح؟ حط القدم كامله يا سيدي على درجه السلم، وركز على فخدك، وحط ايدك على عضلات الجلوتس واطلع وحسها كويس. عود نفسك عليها لحد ما جسمك يتعود عليها وتبقى عاده فيك. مين بقى اولى الناس ان هو يسمع النصيحه دي؟ اللي بدات مفاصل الركبه عنده تطقطق، اللي بدات تطقطق بدون الم، واللي بتطقطق دلوقتي بالم، يعني بدات الخشونه معاه، والناس اللي جات لها خشونه باي درجات من درجاتها. هم اولى الناس انهم يلتزموا بالنصيحه دي. ولو سمحت، لو بدات الخشونه معاك حاول دايما ما تطلعش السلم وانت شايل اوزان، لان ده هيزود الحمل على الصابونه بتاعتك. انت لو طلعت بالطريقه الصح هتحس كأن مفصل الركبه ده مش موجود، كأن معلوش حمل خالص. انا كل حمل هيبقى على عضلات الجلوتس اللي هي لو كل ما كانت قويه كل ما احساسي بمفصل الركبه ده كأنه مش هنا خالص. والمفصل مش هيحصل تحميل عليه، وبالتالي مش هيجي لي لا ألم ولا خشونة ولا طقطقة ولا الكلام ده. أتمنى إن النصيحة في الفيديو ده تكون وصلت للناس السلام عشان ما يحصل لهمش حاجة، والناس اللي عندهم مشاكل عشان مشاكلهم ما تزيدش. ودمتم في صحة وعافية، وانتظرونا في فيديوهاتنا القادمة إن شاء الله.